شوف خويا اختي، الشيء اللي كنتي من هذا النوع والله الا بديتي شي حاجه في حياتك بصفه عامه من غير التجاره الالكترونيه ما تخدعش بكثرة المعلومات اللي كيعطيوك، كثر التفاصيل، خص تعرف هادي، خص تعرف دير هادي، الا ما درتيش هادي ما غاديش تنجح، ما غادير حتى حاجه. دابا تلاقيت بشي حد كنا بحال هكا كنديو نجاوبو في الهضره، تصدقنا في التجاره الالكترونيه. قلت له ودي راه انا بديت كنبيع نشري وهادي، وقال لي هي انت كتعرف كل شيء عاد بديتي. والشي الهضره اللي قال لي والله انا كنت بحالو قبل الى بديت. جميع انواع ديال التجاره الالكترونيه حطهم ليا في طبق واحد، ما تيعرف يفرق لا بين هادي ولا هادي ولا هادي. يعني شوف اخواني اخواتي، الشي بغيتي التجاره الالكترونيه تلاح ورط راسك وتوكل على الله. كيفاش غنورط راسي؟ غنشوف واحد البرودوي، انا نقول لك دابا واحد ما تيعرف حتى شي حاجه، كان واحد البرودوي منيش عليه صافي، بغيت انا ندير واحد الحاجه يا معن يا حوايج يا المهم غادي نغامر بواحد جزء من داك راس المال اللي بغيت باش نبدا به، واحد 10% ولا 15. مثلا عندي 1000 10000 درهم غنبدا خويا ب 10 في 1000 درهم، عندي 1000 درهم غنبدا على 100 درهم. علاش هنا؟ انت اولا كتختبر نفسك ونزيدكم الشيء اللي هو اناني وعند راسو كيعرف كل شيء وما كيبغيش يتعلم، ما تيبغي يطلب حتى شي واحد يعلمو شي حاجه. خويا اختي بعد نقول لك من هنا انا نبصم لك ب10 راه ما طفروش. شكون اللي كيتعلم؟ واحد اللي كيصغر راسو، اي واحد يا صغر منه في السن يا قل منه شان راه تكون ما عرفتش شكون مسؤول قدو قداش، ولكن راه كتغيب عليك شحال من حاجه. دابا حنا اللي كيهمنا هي التجاره الالكترونيه كيفاش غادي تبدا. قلنا غتدبر في واحد البرودوي غطورت راسك فيه، انت عندك الواتساب صيفط كاع دوك الناس اللي كتعرفوا غادي يحتاجوا ديك الحاجه. مثلا شي حاجه اللي كتهم الدراري، راه عندك مئات ديال الدراري كتعرفوا في الفيسبوك، في الواتساب، في العائله، في الجيران، في الخدمه، في القهوه، في الرياضه، في الزنقه، في ما كنتي راه غتسوق داك البرودوي. من تما غتعلم شحال من حاجه. اشنو غادي يخصك هنايا؟ غادي من الواقع غادي تبغي تنطلق المواقع، غتدخل تشوف دير في اليوتيوب ولا قلب عندي هنايا ولا سول اي واحد ولا دخل عندي على 06 68 11 63 30 نصيفط لك الفيديو مسجل. ها الطريقه باش غادي تطلق في الواتساب، غتقول لي شحال عندك ديال السلعه باش نقول لك شحال غتطلق في النهار باش ما راس المال ديالك ما يتاثرش بديك الميزان ديال راس ديال الفيسبوك. وما تخلي حتى شي واحد يطلق لك ادس. علاش؟ لان راه ماشي عيب يطلق لك واحد الاخر ادس، ولكن العيب هو ان هذاك ما عرفش انت شحال في راس مالك، شحال ديال السلعه، راه يقدر تخلص في ادس كثار من داكشي اللي غادي تربح. انت جاي هنا باش تربح ماشي باش تخسر. قلنا من المواقع عارف كيفاش تطلق ادس، غيبداو كيجيوك مبيعات، ولكن ديك اللحظه فاش بغيت تطلق ادس غتكون هو الاول شفتي مع واحد الشركه ديال ليفريزون صافي. من بعد فيما كيطيح عليك شي مشكل كتقلب لي على الحل. هادو هما القاده هما اللي كيحلوا المشاكل، وراه هكذا الحياه. راه هادشي دابا اي واحد دابا مزوج كنت هضر لي على المشاكل ديال الزواج قبل والله الا تزوج. راه حنا بروسنا كون خبرونا بالمشاكل ديال الحياه والله الا خرجنا هاد الدنيا هادي. ولكن الانسان كيف قلنا صافي كيتلاح كيتوكل على الله. انا نعطيكم واحد المثال. دابا واحد فينا هادو كامل كيشوف هاد الفيديو كيتفرجوا ما كيتقنش مثلا السبولونيه ولا الانجليزيه ولا شي لغه، نقول حنا او عارش لغه هي الصينويه اولا هي هذيك اليابانيه، هي هذيك راه اسيا كلهم تيهضروا بديك ديك اللغه العجيبه ديالهم. غادي دابا ندي نحطو صدق الدوله والله ما يخرج 6 شهور عام تيبدا يهضر بحالو. علاش؟ لان كيطبق، كيسمع، كيشوف، تيتعلم مخارج الحروف.
وانا نعطيك تعلم ديك اللغه تقراها والله الا تقنتها على سنين، وراه كذا التجاره الالكترونيه. شتي فاش كتلاح الميدان كتمارس كطيح وكتنوض وكتلعتم والله سبحانه وتعالى راه كيسر لك واحد في طريقك اللي غادي يساعدك. هادي حاجه مفروغه منها. اي حاجه بغيتي ديرها كتوكل على الله، كتشد الطريق ربي غيسر لك اللي غادي يوصلك معاه. مثلا انت غادي لواحد البلاصه بعد شويه باش تركب كتم غادي شاد الطريق كتلفت وراك كدير نقطه الصوب كتبسم في وجه واحد، راه ضروري شي واحد غينزل الله الرحمه في قلبه غادي يوصلك معاه. ما جابش الله انت راك غاديك غتوصل. المهم يقول لك واحد المثل توصل معطل خير انك ما توصلش كاع. لهذا اخواني اخواتي بغيت ديروا شي حاجه توكلوا على الله، ربي هو اللي كيسر الامور. تبارك الله عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نشوفكم موضوع جديد فيديو جديد. تهلاو لي في راسكم.